بسم الله الرحمن الرحيم. لايف جديد واخر المستجدات على الساحه الرياضيه. خساره غير متوقعه ومفاجاه كبيره للنادي الاهلي بوداع كاس مصر على يد فريق وي امبارح. الخساره 2-1. حال هزيمه غير متوقعه تماما. النادي الاهلي حتى لو بالبودره وبالصف الثاني طبيعي ومنطقي ان الاهلي يكسب. اصلا يعني ايه الصف الثاني في النادي الاهلي؟ الاهلي عنده 30 لعيب، 30 لعيب كلاس ايه، 30 لعيب اي حد منهم يلعب يكسب. ال 30 لعيب الاساسي زي الاحتياطي. الاهلي مفيش فرق ما بين الاساسي والاحتياطي، الاهلي بينافس على كل البطولات. الاهلي لما يبني فريق من اول الموسم بيحط فريق مش فكره ان ال 11 بس هم الاساسيين، لا، انت الكل اللي موجود، الكل اللي بيلعب، واخد بالك؟ يعني فمفيش حاجه مبرر بالنسبه لي اصل في لعيبه دوليه مع المنتخب. تمام، طب باقي اللعيبه دي انا متعاقد معاها ليه اساسا؟ لو انا متعاقد مع اللي هم الحبه بتوعي الاساسيين اصل هم مع المنتخب، فده بمعنى كده ان دول خلاص بقى، دول اللي يلعبوا كل ماتش، ما يلعبش الا هم، ودول بس اللي ياخدوا فلوس، ودول بس عارف انت اللي ياكل ويشرب والباقي بقى ايه؟ لا طبعا، كله زي بعضيه، كله زي بعضيه، البديل زي الاساسي. مش معقوله ان الاهلي 11 لعيب مثلا، يعني ال 11 دول اللي يلعبوا الموسم كله. طب انت متعاقد مع باقي السكواد بتاعك ليه؟ وجايب باقي السكواد بتاعك ليه؟ وبتبنيه بناء على ايه؟ لا، لعيبه الاهلي تتحمل المسؤوليه جراء ما حدث. وقريت امبارح اكتر قريت تقارير امبارح ان الكابتن سيد عبد الحفيظ بلغ بتطبيق اللائحه على لعيبه النادي الاهلي، وربما تكون هناك عقوبه مضاعفه على طاهر محمد طاهر اللي تعرض للطرد. ممكن الناس تحس ان اجواء افريقيا غطت شويه على ايه؟ على خساره الاهلي، لكن في النهايه لا، الموضوع صعب جدا، ما ينفعش، غير مقبول. لو هتحطه ما بين قوسين، انا بالنسبه لي كارثه كرويه. ده الوصف، مش معقول يا جماعه، مش منطقي. ده انت كمان لعبت اكسترا تايم، يعني انت وقت اساسي باكسترا تايم جبت جون، مش عارف تجيب الا جون. جون ازاي؟ نتيجه غريبه. اعتقد توابعها الايام اللي جايه هتلاقي الاهلي بيسرع في ملف الصفقات، بيسرع في النواقص اللي عنده. الاهلي زي ما قلت لك محدد، عايز باك شمال وعايز مهاجم، الاثنين بشكل كبير هيكونوا اجانب، والاهلي مركز يخلص الصفقتين في اسرع وقت. باك شمال ومهاجم اجانب سينضم الى النادي الاهلي في اسرع وقت. الاهلي بعد ماتش امبارح اعتقد كمان خلاص تيقن ان انا فكره التجديد والعقود والارقام، لا نهدى بقى، محدش يقول لي انا هاخد كذا ولا هعمل كذا ولا لا، نهدى. كل لعيب لازم يقدر بالرقم اللي يستاهله، مش الرقم اللي موجود في السوق. تاني، في فرق ما بين الاتنين. انت بتسمع في السوق دلوقتي ارقام كبيره جدا، لكن كل لاعب لابد ان يقدر بالرقم اللي يستاهله، مش الرقم اللي يرضيه. كل لعيب هترضي كل لعيب يبقى الخزنه مش هتخرج. يعني بص، عمرها ما هتخلق. خلاص حط املا املا، لكن كل لاعب لابد ان هو ياخد بالشكل اللي يناسبه. هزيمه غير منطقيه، لا تتناسب مع طموحات النادي الاهلي، لا تتناسب مع التارجت اللي النادي الاهلي حاطه مع بدايه الموسم، لا تتناسب اصلا مع سكواد النادي الاهلي. يعني لو تبص على سكواد النادي، لا، لعيبه جامده يا جماعه، لعيبه جامده ولاعيبه كبيره، اللعيبه دي اساسيه كلها. في وقت من الاوقات اللعيبه دي هي اللي كانت شايله النادي الاهلي. وسؤال انا طرحته امبارح وبقولها: ما فائده واهميه قطاع الناشئين في الانديه المصريه؟ هو احنا بنعمل قطاع ناشئين ليه؟ نفسي اشوف كده موهبتين ثلاثه زي مثلا الناس زي حمزه عبد الكريم وبرشلونه والكلام ده كله. نفسي اشوف موهبتين ثلاثه يتالقوا، يدغدغوا الدنيا، يكسروا الدنيا. فين عماد متعب زي بتاع زمان؟ مفيش عماد متعب، مفيش حازم امام الصغير، مفيش شيكابالا. بس بنسمع قطاعات ناشئين وتطوير قطاعات ناشئين وهيكله قطاع ناشئين وفريق مش عارف كسب مين وفريق 18 وفريق 17 وفريق 16، وتسمع خناقات ومشاكل احيانا، ومش عارف مش الاهلي والزمالك بشكل عام، وفريق مش عارف مين عمل ايه وضربوا بعض وبيتخانقوا على نقطه مش عارف ايه، وفي جوله فيصليه وكلام كتير. في الاخر ما جدوى قطاع ناشئين. المفروض فتره التوقف دي كاس مصر وكاس عاصمه مصر كنا نقعد ونتمتع ونتفرج بثلاث اربع مواهب في الاهلي وثلاث اربع مواهب في الزمالك، حقيقه تتمتع تتكيف. كانت فرصه مواهب تطلع تعبر عن نفسها، تكتشف نفسها، خلاص اثبتت نفسك، تاخد فرصه بقى الفتره اللي جايه مع عوده ماتشات الدوري.
تقول انا موجود، تحرج المدير الفني، المدير الفني يقول لك تعالى يا عم هلاعبك خلاص انت 100 100. لكن الحقيقه انا بقول لك هزيمه غير متوقعه ومفاجاه، واعتقد توابعها زي ما بقول لك ان الاهلي هيسرع في ملف الصفقات الجديده. بقى الكابتن سيف زاهر كان بيتكلم على صفقه حامد حمدان. الاهلي والزمالك وبيراميدز الثلاثي الذي يتنافس على ضم حامد حمدان. الاهلي كابتن سيد حفيظ داخل بتقله، بيراميدز عمرو بسيوني، واكد ان الزمالك الاستاذ ممدوح عباس بشكل مباشر مع اداره نادي بتروجيت. عارفين الاستاذ ممدوح عباس اصلا عمله في قطاع البترول اصلا، يعني البيزنس بتاعه في قطاع البترول، فبيتواصل مع اداره بتروجيت وبيحاول يخلص صفقه حامد حمدان، ويحاول ينهي صفقه حامد حمدان. وكيل حامد حمدان من فتره كانوا اتواصلوا معاه في الزمالك وقالوا له هو بتروجيت عايز كام، طب بص ايه الاستاذ ممدوح عباس هيتحمل قيمه الصفقه. انا بالنسبه لي في الغاز مش فاهمها. خلي بالك خلي بالك بتروجيت الساعات الايام اللي فاتت اكد الزمالك احنا على اتفاقنا اللي كان اول السنه، والزمالك يا عم الاولويه ليكوا بس ادفعوا قيمه الصفقه كاش. بتتكلم 20 25 مليون جنيه ادفعهم كاش هتاخد حامد حمدان. هل انا في اسئله ومستني اجابات من الزمالك ومن بتروجيت؟ هل الزمالك عرض يدفع المبلغ كاش وبتروجيت قال لا؟ هل الزمالك عرض يدفع المبلغ كاش وحامد حمدان قال لا؟ هل الزمالك لحد دلوقتي معهوش سيوله ماليه يدفع المبلغ كاش اصلا؟ ولا اسئله مهمه جدا. رغبه اللاعب الفتره اللي فاتت كنا كلام كتير وسمعناه ان رغبه اللاعب هي نادي الزمالك. هل لا زالت رغبه حامد حمدان هي نادي الزمالك ام تغيرت رغبه حامد حمدان؟ الاغراءات الماليه كبيره جدا. المعلومه اللي عندي ان اعلى عرض لحامد حمدان من بيراميدز، واعلى عرض من بتروجيت من بيراميدز. بعد كده الاهلي والزمالك بقى، لكن الاعلى هو بيراميدز. المعلومه اللي عندي حامد حمدان لم يوقع لاي نادي، لم يوقع لاي نادي. تاني حامد حمدان لم يوقع لاي نادي حتى هذه اللحظه، وده فكر احترافي من اللاعب. مش هوقع في اي حته. كنت بتسمع لعيبه بتمضي لثلاث اربع انديه. حقيقه اللاعب ده دماغه بروفيشنال، هو مش هيمضي لاي حته. اخلص الاول شوف النادي اللي انا رايح له هيخلص مع بتروجيت، اتفقوا تمام كل حاجه زي الفل ابتدي تمضي. لكن لحد دلوقتي صفقه حامد حمدان لم تحسم، اللاعب لم يوقع لاي نادي. كان في لعيب تاني في منافسه شديده عليه من الزمالك والاهلي وبيراميدز، هو احمد عيد الظهير الايمن للنادي المصري. المعلومه اللي عندي احمد عيد لن يرحل عن المصري في يناير، واحمد عيد مكمل مع المصري لنهايه الموسم. احمد عيد عقده ينتهي مع المصري بنهايه الموسم الجاري. احمد عيد في يناير من حقه يمضي لاي نادي. المصري متمسك بتجديد عقد احمد عيد وعايز احمد عيد يكمل معاه. المصري باك اليمين عنده العراقي كريم العراقي واحمد عيد، والمصري يعني الحقيقه ماشي كويس وعنده طموح وبينافس في الكونفدراليه وعايز يحافظ على القوام الاساسي بتاعه، مش بس السنه دي للسنين الجايه كمان. واحمد عيد من العناصر الاساسيه والمهمه في فريق المصري، والمصري عايز يجدد له. كوكي مدير الفني للنادي المصري عايز يجدد طلب التجديد لاحمد عيد. فالمنافسه شديده جدا ما بين الثلاثي. لكن المعلومه اللي عندي ان احمد عيد هيكمل مع المصري لنهايه الموسم، وحتى لو مضى لاي نادي مش هيمشي دلوقتي، هيمشي في نهايه الموسم. والمصري بص يعني لحد اخر لحظه مكمل وبيقنع اللاعب ويتفاوض معاه ان هو يجدد. من المتوقع انه ربما يشارك احمد عيد في ماتش انجولا بكره الاثنين الجوله الثالثه دور المجموعات بطوله افريقيا، بما ان محمد هاني مش موجود وغايب. فقد تشهد المباراه مشاركه احمد عيد. بالنسبه لي لو احمد عيد خلي بالك في الميركاتو في الصفقات زي ما بقول لك كل لحظه فيه متغير. لو احمد عيد شارك مع المنتخب وتالق واثبت نفسه وقدم مستويات جيده ممكن تجي له عروض من بره، وممكن يمضي في اي نادي بره. لكن لحد دلوقتي لا. بيراميدز وزي ما قريت في موقع اليوم السابع بيراميدز ضاغط بقوه، عايز يخلص صفقه حمدي فتحي. صفقه بيراميدز وحمدي فتحي كان قريب بدايه الموسم، لكن المفاوضات ما كملتش وكمل في الدوري القطري وناديه تمسك بيه. بيراميدز عايز يخلص حمدي فتحي في ميركاتو الشتاء. بيراميدز محدد الاماكن اللي هو عايزها، يعني ايه مش داخل في منافسه ومغالاه في لعيبه وخلاص وانديه وخلاص. هو بيراميدز عايز لاعب خط وسط،
هو عندك حامد حمدان وعندك حمدي فتحي. عندك حامد حمدان وعندك مين؟ حمدي فتحي. واحد من الاثنين هيخلص في بيراميدز. واحد من الاثنين هيخلص في بيراميدز. تحس ان بيراميدز اللي هو بيبصص لقدام، ان ربما مثلا الكارت ما يكملش، فانا يبقى عندي مجهز بديل من دلوقتي. زي ما شفناه قطه وزلاكا الاثنين خدوا فرصتهم وتألقا على العناصر اللي كانت موجوده واساسيه لبيراميدز. فده تفكير رائع الحقيقه من اداره بيراميدز، ان انت بتحدد وبتشوف النواقص اللي موجوده عندك من دلوقتي، بتبني عليها، بتجهز بديل للاساسي، بتدي لعيبه الفرص، بتحط القوام بتاعك والسكواد بتاعك لسنين جايه. فزي ما بقول لك بيراميدز عندك حامد حمدان وعندك حمدي فتحي، واحد من الاثنين. بيراميدز داخل في خط المفاوضات، عايز يضم واحد من الاثنين لتدعيم خط الوسط. حمدي فتحي لو ما جاش في الشتاء بالنسبه لي بشكل كبير جدا ممكن يبقى موجود نهايه الموسم. هل الاهلي تفاوض مع حمدي فتحي لضمه في يناير؟ ما اعتقدش، لا اعتقد ان حمدي فتحي مكمل في الدوري القطري. بتهيألي ان لو رجع، مش ما اعتقدش انه هيرجع. مفيش مفاوضات من النادي الاهلي مع حمدي فتحي في الوقت الحالي. وكنت الحقيقه استغربت بدايه السنه لما بيراميدز كان هيجيب حمدي فتحي، لقيت ناس هجمت حمدي. يا جماعه انتوا بتهاجموا اللعيب ليه طيب؟ هو الاهلي باع حمدي فتحي وبيراميدز فوض حمدي فتحي. ايه المشكله ان حمدي فتحي يلعب في بيراميدز؟ وايه المشكله ان اللعيب كان في الاهلي او كان في بيراميدز ويلعب هنا ولا يلعب هنا؟ زيزو راح من الزمالك للاهلي وصفقه انتقال حر كمان. فكل حاجه عادي، اللعيب بيشوف مستقبله وبيشوف قراره، بيشوف المكان اللي هو هيلعب فيه بالشكل اللي يناسبه، بالشكل اللي هو عايزه. فكل حاجه وارده وكل حاجه طبيعيه جدا. باذن الله هنكون معاكم لايفات كتيره وجديده الايام اللي جايه باذن الله. كل التوفيق لمنتخب منتخبنا الوطني، ماتش بكره قدام انجولا باذن الله، وهنتابع معاكم كل الجديد اول باول. شكرا.